يلا، السلام عليكم. شلونكم اخواني اعزائي؟ ان شاء الله زينين. الفيديو هذا شرح توضيحي مثل ما تشوفون رسمي. انفتحت اليوم ان شاء الله، ولو بساعة متأخرة كانت. فمن ذيك الساعة ما نمنا، طبعا بقينا من الساعة بالوحدة تقريبا او 1:15 لحد هاي الساعة واحنا ويا اللود ويا الرابط. فاخر شي هسه قررت اسوي الفيديو من بعد ما انسألت عن مسائل بسيطة بالرابط موجودة، ومن بعد ما تأكدت انه الرابط شغال 100%. رفعت اسماء، وهسه بنهاية الفيديو اقول لكم شلون 100%. واللي قدموا راح يأيدون هذا كلامي. تمام عيني. مثل ما قلنا، تطوع من قبل وزارة الداخلية العراقية على الملاك بصفة شرطي حرس الحدود، قيادة قوات حرس الحدود بصفة شرطي. تمام. واحد من الأسئلة اللي كان أكثرهن هو هذا الحقل شنو نكتب بيه؟ شوف اخويا، هذا الحقل تكتب بيه اسمك الاول. خلل فني بسيط صاير من قبل ادارة التطوع، فمخلين الاسم الاول تحت الحقل، يعني ما كاتبيه فوقه، والمفروض فوقه حتى واضح. فهم عادي مخليه اسفل، تحت، لي جوا، كل اللهجات اجيكم بيها. تمام عيني. فماكو اي مشكلة هنا. انت تكتب على سبيل المثال، هاي اسماء انا مقدمها، تكتب محمد، هذا يعتبر اسم اول. اسم ثاني، هذا الاسم الثاني. تمام عيني، واضح. حتى ما يطول الفيديو راح انزلهن لحد الاسم الرباعي. هنا لقب، يسألون شنو لقب. شوف اخويا، اللقب يعني عشيرتك، يعني العشيرة اللي انت انتمائك الها شني. تمام، ينكتب هنا بالضبط النعيمي على سبيل المثال. تمام. يبقى عندنا خانتين او حقلين اللي جوا او فراغين، هاي ينكتب بهن اسم الام الثنائي، فلانة بنت فلان. على سبيل المثال حنان احمد. تمام. نعبرها، نجي هذه واضحة. الحالة الاجتماعية شنو المقصود بها؟ الفيديو راح يخرب تكرمون. الحالة الاجتماعية أعزب، متزوج، أرمل، مطلق. واضحة. تختار أنت شنو هو تختار. أنا على سبيل المثال أعزب، أختار أعزب. الأقليات المقصود بها القوميات، هاي اللي مذكورة واللي ما مذكورة محددة بكلمة بلا. كلمة بلا يعني شنو؟ يعني هاي تشمل القومية العربية والتركمانية والكردية، ما عدا المذكورات. باوع هنا مكتوب كردي فيلي، اكو هيجي قومية يعني اكراد بس صفتهم كذا. ان كنت انت فرد منهم ودا تقدم، اختارهم. تمام اخويا. شبكي، تختار شبكي. تمام. ايزيدي، كاكئي، انت عربي، انت تركماني، انت كردي، اختار بلا. تمام، واضحة. محافظة السكن واضحة، على سبيل المثال بغداد. تمام. هنا شوي ركزوا لي بشغلة تاريخ التولد، شنو المقصود بها؟ المواليد. ركزوا لي بيها شوي. هنا تختار السنة، بالمناسبة محددين هم عمر معين، ولو الفيديو صار طويل يلا ما يخالف. محددين أعمار، حاصريها من سن 17 لحد 35. فيا أخويا يا عزيزي ركز أنت بمواليدك. مواليد المقبولة 93 مقبولة. تمام. تختار هنا الشهر، بعد شلون تحرك بيه، تحرك بالشهر. تمام، ركزوا بيها. ومنها تختار الأيام، الشهر الثالث 9. تمام، إن شاء الله واضحة، بس ركزوا بيها. من بعد ما تكتب هاي البيانات ارجع بيهن مرة ثانية عادي، ارفع الشاشة واصعد حتى تضمن تقديمك بصورة صحيحة. بقت عندنا شنية التحصيل الدراسي، واضح هم محددين شهادتين، تختار أي شغلة من عندهن. هذه هم من سألت بها، ومع العلم هي واضحة، بس يعني الناس مو كل يوم يقدمون. المهم، هاي الكلة شنو معناها؟ معناها هاي اللي انذكر تحت، اذا انت شنت مو من ضمنهم اختار كلة. تمام عزيزي، واضح ان شاء الله. مثلا من مؤسسة الشهداء عندك شهيد،
وعندك كتاب مؤسسة شهداء، الشهيد منه هو درجة أولى. واضحة؟ تمام. نجي التالي اللي هي آخر فقرتين، رقم التليفون، تخلي رقم تليفونين. طبعا الثاني اختياري، بس أفضل هم تخلي، كل شيء يصير، احتمال تليفونك يضيع، احتمال تليفونك، فخلي رقمين. ماشي عزيزي؟ هذه مهمة. مثل الحقل الأول قلنا انسألت شنو هنا نكتب. شوف أخويا، هذا الكود تدش تشوفه أو الرقم اللي ظاهر قدامك، طبعا هنا تعيده تكتبه. خليه نكتبه. تمام، هاي كتبناه. اكو بعض المرات اللي هي 60%، لانه مثل ما تعرفون العدد اللي طال بيه قليل، واحنا ما شاء الله الشعب العراقي بس ندور تعيين، وطبعا من حقنا هذا الشيء. منتهين منها. المقصد منها اكو لود بالرابط يصير ضغط، افضل يكون التقديم بالليل، مثل هيك اوقات الفجر. ليش؟ النت قوي والناس مو كلها دخلت للرابط. تمام. فبالنهار او لما لود على الرابط، هاي الكود او الرقم ما يظهر، ما يبين مشوه او يبين فوق، المهم ما يبين. انا طلع عندي اليوم وانسألت بيه اكثر من 5 مرات اكثر، يقولون هنا اخوي ايش نكتب. تمام. فمن بعد ما كملت هنج قلنا ترفع الشاشة، تتأكد من بياناتك انه مضبوطة، تضغط ارسال. للأمانة أنا هسه ما أضغط إرسال، مو لأجل أنه دا أغشكم بالفيديو أو شي، لا بالله، يعني الشغلة واضحة. شنو أغشكم أنا؟ شنو أستفيد؟ فقط عندي غاية بها، اللي هي ما يجوز أني أرفع اسم وهمي حتى أسوي لود أكثر من ما هو موجود بالرابط. تمام. وشغلة ثانية، أنا ما كاتب البيانات كاملة، فراح أراويكم شغلة، أشوفكم شغلة اللي هي يعني من بعد ما تضغط إرسال شنو يظهر. هو يظهر عندك هذا الشكل، هذا الشكل يظهر عندك. نتحول للاستوديو عندي، هذا الشكل يظهر عندك. ما شاء الله كلها سكرينات صارت. رسالة إدارية، شعار مديرية التطوع، مقابل رسالة إدارية تم إرسال الطلب بنجاح. طبعا هاي التليفون، هاي التقديم بالتليفون مو الحاسبة، أنا بتليفون الشخصي. تم إرسال الطلب بنجاح. رقم طلبك هو رقم الطلب مالتك، هو منطيك إياه أنا مظللة، فهذا تخزنه، موجودة يمك طابعة اطباع، تنطي حفظ بتليفونك انطي، بس افضل سكرين شوت وانتهينا. تمام اخوتي، موفقين ان شاء الله. والتقديمات الجاية ان شاء الله اكو بعد، اكو حزمة، اكو يعني مو شرط الا تطوع. تمام عيني. هذا صفحتنا بالفيسبوك والانستغرام طبعا، وهاي التليفون. اي سؤال، اي استفسار، تقديم، شنو عندك، انا بالخدمة على راسي. تصبحون على خير.